كات ستيفنز. كات ستيفنز يوسف إسلام، المغني البريطاني. صدق أو لا تصدق. في الستينات هذا الرجل، تسمعون بمايكل جاكسون صاحب البريك دانس؟ صاحب البريك دانس هذا ما بلغ ربع شهرة كات ستيفنز، المغني البريطاني ملك الروك اند رول في الستينات. هذا الرجل يقول عن نفسه، يقول جو لمي وفد من أمريكا من كاليفورنيا وطلبوا من أن أقيم ليلة غنائية عندهم. قيمة العقد 57 مليون دولار، أكثر من 200 مليون ريال الليلة واحدة. وافقت، يقول رحلت الكاليفورنيا. هو يتكلم عن نفسه عندي المقابلة، يقول لما وصلت كاليفورنيا طبعا شهر كامل عشان بروفات، يقول أنا لي 4 مزايا. أول شيء ما أطلع على المسرح حتى يجيبوا لي 14 بنت ذوات الشعر الطويل تنثر شعرها على البست، أطلع أمشي بخطواتي على شعور البنات. الأمر الثاني، لا قلت طاح 17 بنت يقلوها للمستشفى. الأمر الثالث يقول لا، من عزفت على الجيتار طاحوا الشباب. الشاهد يقول أنا أحب، الأمر الرابع إني أحب السباحة. فقبل الحفلة بأسبوع يقول قلت للمدير الأعمال حقي I like to swim today، يعني ودي أروح أسبح شوي. قال ما يخالف. يقول رحنا على شواطئ كاليفورنيا، في لوحة ما كنت أعرفها، يقول مكتوب not allowed to swim now، يعني ممنوع السباحة الآن. فيقول ما انتبهت للوحة ودخلت أسبح، سبحت مشيت. يقول يمكن يفكر عشان يضبط السلم الموسيقي ولا الحبال الصوتية وأنا أمشي. يقول وجيت برجع يوم التفت وليه ما أشوف أخوياي، والله ما أشوف ملك بروسل سبريت. يقول جيت برجع أجدف عشان برجع، يقول إذا رجعت خطوة البحر يدفعني للداخل 10 خطوات، المد والجزر شغال. يقول والله غصت حتى صرت ما أشوف إلا سماء وماء أزرق بأزرق. يقول والله أيقنت على الهلاك، انتظرت ملك الموت معني بيجي. يقول من ضمن غطساتي رفعت راسي وأنا طالع قلت يا رب لك علي إن انقذت لأخدم دينك الحق. والله ما كملت الكلمة يقول إلا موجة تأخذ من تحتي تجدعا عند أخوياي. يقول مشكلة الآن، يعني أصبحت أنا مخدم بحقه لما عاهدته طلعا. يقول جت الليلة للحفل الغناء، أغني ولا ما أغني؟ هو ما يبين أغني، طيب وتو منقذا من الموت، لكن وراي معقد ب57 مليون دولار. فذاك يقول صممت اني لازم اغني، وقعدت اغني وانا ابكي مستحي، ما ارفع راسي للسماء، خايف. يقول خايف منه، مستحي منه، تو منقذا واعصيه واغني. يقول حد من بكره الصحف كتبت ان كات ستيفنز غنى اغنيه ما عمره غناها بحياته، متاثر بالكلمات، عايش جو يحسب عشر الكلمات وقضيه خايف من شيء ثاني. رجع للبريطاني يقول اهدى علي واحد كتاب ترجمه كلمات معاني القران. يقول فتحته اقراه، وإذا أول شيء فيه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. يقول قلت أنا بنفسي المؤلف مغرور، هذا المؤلف مغرور، شلون يقول لا ريب فيه؟ بل عاد الإنسان إذا ألف كتاب يقول الخطأ من طبع البشر، فيقول فصممت أني أجد الأخطاء الموجودة في هذا الكتاب. يقول أخذت أفتح الصفحات وأسجل، أفتح الصفحات وأسجل، ما راح 5 صفحات إلا وأنا أسجل الخطأ عندي والصح عنده. فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الآن من أكبر الدعاة للإسلام، اسمه يوسف إسلام إذا سمعتوا فيه. فربنا عظيم، يقدر كل شيء، يرى كل شيء، يسمع ما يقول كل إنسان الآن جل جلاله، لكن يقول سبحانه وتعالى إنما نعد لهم عدا. يقول وكفى بنا حاسبين. يقول إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يقول وما كان ربك نسيا.